بعد 14 سنة طلعنا احنا عملاء امريكا وطلعنا احنا عملاء اسرائيل. نقول لهم: ما لي أراكم أسودا على دولتكم وأمام المحتل أنتم عبارة عن قطط، كأن الأمريكي لن يحميكم. الأمريكي سيضعكم في جيبه لكي تكونوا أداة للمقايضة مع الدولارات التي يحملها. إذا لم تحضروا أنفسكم. الحقيقة وللأمانة بشار الأسد خلانا نعوق كلياتنا. بعد 14 سنة طلعنا نحن عملاء أمريكا وطلعنا نحن عملاء إسرائيل. ولزيدكم من الشعر بيت، اليوم مجهول النسب مجبور بالصرماي يدفع كل الديون للدولة الروسية لأبو علي بوتين، يعني الصاروخ اللي كان عم يقصفك في إدلب. اليوم مجهول النسب مجبور بالصرماي ووافق على هذا الشيء يدفع كل الديون للدولة الروسية. ولزيدك من الشعر بيت، اليوم الخارجية الأمريكية لغت علم سوريا الجديد ورجعت علم سوريا القديم. راح اشرح لك إياها أكثر في أكثر. بعد فرنسا ما عطت البراءة لبشار الأسد، فقررت أمريكا تختار شخص يتحاسب عن كل اللي صار في سوريا ويحطوه هو الخاين، لأنه بشار الأسد بالقانون الدولي هو ما عليه ولا انتهاك. بالقانون الدولي افهم، بالقانون السوري غير، أما عم حكيك بالقانون الدولي بشار الأسد لحد هاي اللحظة ما عليه ولا أي إجرام ولا أي انتهاك. فبدهم شخص يلبسوه كل هالجرائم اللي صارت ب 14 سنة، فاختاروا مجهول النسب. وراح يتحاسب أبناء السني اللي وقفوا مع مجهول النسب على خيانتهم للثورة وعلى خيانتهم لسوريا وبيعهم للقضية الفلسطينية بأنهم خونة. بدك أكثر من هيك توضيح؟ يعني اليوم مجهول النسب وحاشيته ومطبلينه كلياتهم هدول راح يتحاسبوا قانونيا بأنه خونة. بس ترقبوا التغيير الجديد لمجهول النسب. بعد الانتهاكات اللي سواها في السويدة وفي الساحل وفي كذا وفي كذا، راح يرجع يسوي انتهاكات لحتى يتخلصوا منه. ونصيحة: كوعوا قبل فوات الأوان.